فجأة بقى فيه تهتهه، تلعثم، لجلجة، ابني ما بقاش بيتكلم كويس، ابني بقى بيعمل انا عايز اشرب، انا عايز اشرب، انا عايز اشرب. كل دي اشكال من اشكال التلعثم او التهتهه او اللجلجه، كلها مسميات، قد يكون توقفي وقد يكون تكراري زي ما انا عملت كده. دي حاجه بتحصل لعدد كبير من الاطفال. لو هي ظهرت في سن صغير قبل ما الطفل يتقن اللغه، قبل ما يتكلم كويس جدا جدا جدا، بنسميها تهتهه طبيعيه او تلعثم طبيعي ليه علاقه باكتساب اللغه الجديده، زي ما حضرتك تروحي تتعلمي انجليزي جديد كده. فاول مره تكوني عماله تقولي انا I am كده، دي تحتها، لكن دي تحتها طبيعيه نظرا لان حضرتك لسه لم تتقني اللغه الانجليزيه بعد. دي نفس الفكره، لو الطفل لم يتقن اللغه ففي تحتها طبيعيه. لو الطفل كان بيتكلم كويس جدا، سواء تعرض لحاجه او ما تعرضش لحاجه وبعدها بقى بيتلعثم، لازم نروح لدكتور في اسرع وقت ممكن. تحتها اضطراب نفسي في شكل تخاطبي، بنحتاج نشتغل في خطوط متوازيه على الاداء النفسي والتخاطبي للطفل. كل ما كان بدري، كل ما كان من غير حركات لا اراديه بالوجه والجسم، كل ما كان السن صغير، كل ما لحقنا نشتغل افضل قبل ما الطفل يدخل معاه الموضوع في تحتها دائمه او تلعثم دائم، ويفضل للاسف مبتلى بيه لفتره طويله جدا من حياته، وطبعا تاثر على ادائه الاجتماعي وثقته بنفسه، وليها مشاكل تانية كمان. فلو ظهر على ابنك تلعثم او تحتها وابنك مش صغير او كان بيتكلم كويس جدا، اجري على متخصص، بنعمل له تقييم دقيق، بنعمل له اختبار شده تلعثم، ولو طلع شديد او متوسط بنبدا نشتغل عليه جلسات تلعثم على العامل النفسي والتخاطبي مع بعض مع التعليمات المنزليه، والدنيا بتبقى زي الفل، وياما حالات ربنا بيعفو عنها بالكامل.